السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم قاسم بثالث مقطع في القناة. اليوم يا شباب حاب أتكلم عن قصتي مع القطط أو البسس أو مدري إيش تسموها. أنا صراحة عن نفسي أقول لها البسس، وأنتم من عندكم أفهموا إنها قطط. في بداية الموضوع يا شباب أنا إنسان أعشق القطط. في مرة من المرات ربيت قطة وأنا قاصر وتعلقت فيها. بالنهاية يعني انطردت من البيت لأسباب ما أدري إيش. صدقوا إني ما عرفت إنها انطردت من البيت إلا قبل يمكن 3 سنين أو 4 سنين. يعني من عمري 7 إلى عمر يمكن 14 15 حولها. يعني ما كنتش داري أبدا بالموضوع. يعني عادني الآن عرفت. فهمتوا كيف؟ جديد عرفت الموضوع. فاستغربت إنه ليش طلع الموضوع إنه انطردت، وأنا كنت أحسب إنها هربت مدري إيش وزعلان وأبكي وأتشنهق. لكن ما علينا. الآن نتكلم عن قصة البسس وإيش حصل لي معاها. طيب يا جماعة الخير، أنا كنت قبل تقريبا شهر، حوالي شهر، مكمل فترة الامتحانات. فهمتوا كيف؟ فلما أنا كقاسم مكمل فترة الامتحانات، فهمتوا كيف؟ لازم أعوض بشي ثاني، بشي جانبي، بشي أتسلى فيه، شي ربحان فيه. وكمان في فترة الامتحانات كنت أنا أصلا مضغوط نفسيا. فمع نهاية الامتحانات تقريبا، عندنا كنا في آخر امتحانين 3 امتحانات، كنت مضغوط جدا وكيف بكمل الامتحانات. إلا أحصل بسس عندنا في الحوش مشتركة في الاسبانو، وباينين إنهم بسس برية يعني مش بسس بيت. فجالسين يبعدوا مني ويهربوا، وأنا مستغرب ليش يهربوا، إيش في، تعالوا تعالوا. استغربت إنهم يهربوا. فعرفت أنا كيف يعني كيف أروضهم. إيش، اللهم أجيب واحد حليب، فهمتوا كيف؟ حليب من أقرب بقالة، اسكبه في صحن وقربه لهم من بعيد، يقربوا يأكلوا. وأنت بحب تقربهم، طبعا ما يهربوش في ذا الأكل يعني أبدا. ابدأ أنت خليك جنبهم بس. المرة الثانية لما تكرر هذا الموضوع أبدأ ألمسهم. وبعدين كرر هذا الموضوع في وقت معين عشان يتعودوا إنه في هذا الوقت لازم نكون في هذا المكان معين. فهمتوا كيف؟ والله العظيم إنهم ساعدوني كثير في الامتحانات، أثروا علي بشكل إيجابي بشكل مش طبيعي. عبوا لي الفراغ اللي كنت أحس فيه. قطط من يعني فهمتوا معنى كذا. ما منهم قطط صراحة يعني روعة ولا أروع من روعة. فيا جماعة الخير، يا جماعة الخير، حد سألني ليش شعرك منفوش، ليش شعرك يتغير كل هذا؟ لأني أنا قاسم أقوم أتمرن أخرج أتغسل أرقي أصور على طول. فهمتوا كيف؟ فهذا اللبس اللي يلبسه داخل البيت اللي هو اللبس الأزرق ما أصورش فيديو في نفس اليوم، وهذا شعري كل شوية يتغير يعني. فعموما بعدها أنا كنت تعبان، كنت ذيقان، كنت يعني فهمتوا كيف؟ لا أسوأ حال كذا شوية. فإيش كنت أسوي؟ كنت يعني أكلهم وكذا وكذا، وحبة حبة عرفت كيف إني أعودهم كلهم يجلسوا في حضني. بعدين حاولت قدر المستطاع بعد ما كملت فترة امتحانات وبعد ما كملنا العيد، حاولت قدر المستطاع إني أضبط لهم فترة للأكل. فهمتوا كيف؟ أنا لما أقوم الصباح أتمرن أتغسل أخرج أروح أشتري لي يعني أكل عشان آكله، يعني أنا إنسان زيك. فلما أروح أشتري لي أكل أحصلهم عند باب البيت، فأشتري لهم معي كذا. فهمتوا؟ حاجة بسيطة زي كذا، ما أطعمهم. الحياة حلوة تصبر يعني، الحياة تمشي. فعودتهم وتعودوا إنه هذا الوقت بالضبط لازم أنا أكلهم فيه اللي هو الصباح. وأنا قاسم ملتزم كثير، يعني حوالي ملتزم شهر تقريبا على الجدول هذا. فملتزم بشكل مش طبيعي على الجدول. فهم تعودوا كمان معي، وهذا والله فوائد الالتزام، لازم تلتزم أعزائي المشاهد. بعدين ضبطت لهم سيستم أو مكان للأكل ومكان للنوم، يعني لازم يأكلوا ولازم يناموا، لازم يعني مش داري كيف أشرح لكم، بس خلاص انضبط الموضوع معاهم. اكتشفت بعدين إن فيهم حبة من الحبات اللي هي القراد، يجي فيهم قراد في الأذن، اللي وقف في مكان يعني ما غير متحكم. يعني أنا كقاسم مطفر، إنسان مطفر ماش معي فلوس، فحاول قدر المستطاع إني أتجنب. فهمتوا كيف؟ أتجنب إني أحتك فيها بشكل كبير، أحتك بأختها. بعدين قدر المستطاع حاولت إني أعالجها، بعد فترة حصلتها مش موجودة. القراد هذا اختفى، مش داري وين اختفى، مش داري إيش من بس انتقل، مش داري إيش انتقل أي مكان، لكن إنه اختفى. فأنا فرحت يعني وخلاص، وقعدت أحضنهم ومدري إيش، والحياة حلوة والأمور سابرة وعابرة وإيش كل حاجة. إلا في لحظة من اللحظات اكتشفت إنه في رقبة واحدة من البسس فيها زي المكان اللي ما فيه جلد. استغربت أنا ليش مكان هذا ما فيه جلد، ليش هذا المكان ما فيه جلد، إيش السبب؟ طلع إنه بالبداية يعني كنت أظن إنه إيش، إنه يعني قشر الشعر. فهمتوا كيف؟ مضاربة بس الشوارع وشي زي كذا. حاولت أعلم الشيها، كنت أمسكها وأحضنها فهمتوا كيف؟ تجلس في حضني وأليفها ألفتني لآخر. فهمتوا كيف؟
إلا ألاحظ إنه بدأ ينتشر على جلده. قلت يمكن قاسم احتياطًا روح صور وارسل يعني لChat GPT، اعتبر إنه دكتور، أرسل له. إلا وChat GPT يقول لي إن فيها مرض الفطريات الحنبلية، شي زي كذا، الحنقلبية. أتوقع الدكاترة بيفهموا كلامي، البيطرية. فبعدين إيش، فهمت كيف؟ بديت أفجع، قلت الآن يعني بيكون في المرض، بيكون في جلدي، بيكون في، مالناش دخل نحنا، ما نشيش ندخل في أمراض ما لناش دخل فيها أبدًا. فإيش سويت؟ رحت والله اتغسلت، يعني إيش اللي بيدي، اتغسلت بعد ما عرفت الموضوع، اتقززت، بديت مع دقايق إيش جنبهم أكلهم من بعيد لبعيد. إلا وبعد فترة اكتشفت إنه في أختها هذا المرض. وسبحان الله اللي نجاني من المرض كان بيجي لعندي. أنا القصة هذه مش حاب أشاركها معكم ومش حاب أقولها لكم إلا لسبب واحد والغرض واحد فقط معين، اللي هو الرسالة اللي بقولها الآن. يا إخواني، يا شباب، يا بشر، يا أناس، يا مسلمون، البسس تتربى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم طاهرون، لكن يتربوا بقواعد والتزامات بسيطة. يعني عندك بسس زي هذي، كيف تعالجها؟ سألتك بالله، يعني أنا مش داري كيف أعالجها وماش عندي القدرة المادية أصلا إني أوديها البيطري أو إني أعالجها. فهمتوا كيف؟ أبدا ماش معي قدرة مادية لآخر، أقسم بالله ماني قحف لآخر. فهمتوا كيف؟ إنسان شاب، وأتوقع الإنسان الشاب أو الشباب في هذه المرحلة يكون أخص شي عنده الفلوس، عنده وقت، عنده أشغال يقدر يسويها، لكن ماش عنده فلوس. فأنا قاعد أسوي هذا الشي يا رب إنه يعني، فهمتوا كيف؟ فقدر المستطاع حاول قدر الإمكان إنه البسس هذي تتأكد منها إذا فيها أمراض أو شيء، تتأكد منها. يا كم من ناس مرضوا وانتشرت فيهم هذا المرض وراحوا المستشفيات وتعالجوا وأكلوا خرا. لازم قدر المستطاع إنه تنتبه. وأنا كنت أصلا أكذب أهلي اللي يقولوا إن البسس فيه مرض، لكن فعليا البسس فيها أمراض. بعض البسس فيها أمراض عليك أنت توعي نفسك. فهمت كيف؟ بعض البسس ماش عندهم أمراض تقدر تربيها في البيت، بعض البسس عندهم أمراض، بعض البسس تقدر تشدها وتوديها عند بيطري يعالجها من أمراض ويلقحها تلقيح وتكون معافى من الأمراض وتدخلها داخل بيتك. الموضوع يعتمد عليك وعلى طريقة تفكيرك وعلى قدراتك. فهمت كيف يا عزيزي المتابع المشاهد؟ وهذا الفيديو فقط للتسلية والتوعية والتعليم. كان معاكم أخوكم قاسم في الفيديو رقم كم لحظة؟ الفيديو رقم 4. أتمنى أن الفيديو عجبكم.